أهلا وسهلا مرحبا بمتابعي قناة ديزا توداي. أما بعد وفي تغطيتنا المستمرة لأهم الأحداث العالمية، وكالعادة نذكركم ونؤكد للمنصة ومنصة يوتيوب بأننا نلتزم بالمهنية والتجرد من الآراء الشخصية. أما التوجهات والانطباعات فهذا الشيء يعود للسادة المتابعين ونحن لا نتحمل المسؤولية، وكل ما يستند في فيديوهاتنا وبثوثنا يعتمد على التقارير الدولية والصحافة الموثوقة إن شاء الله. متابعينا الكرام، اليوم في فيديو جديد وحصري وأخبار جديدة، ونبقى في شق الطاقة الجزائرية. ماذا يحدث في الجزائر متابعينا الكرام؟ الجزائر اليوم ولعلمكم مثل ما تشاهدون وتتابعون تدشن المقر الرسمي للطاقة أو للجنة الإفريقية للطاقة. اليوم في الجزائر العاصمة أو بالجزائر العاصمة تم تدشين هذا المقر الرسمي للجنة الإفريقية بالطاقة التابع للاتحاد الإفريقي بحضور وزير الدولة للطاقة والمناجم محمد عرقاب، إلى جانب مسؤولين جزائريين وأفارقة وعرب رفيعي المستوى. يعني الجزائر راهي تضيف إلى انتصاراتها وإنجازاتها داخل القارة الإفريقية بعد ما شفنا حصول الجزائر على منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، كذلك حصول الجزائر على منصب يعني مجلس الأمن، رئيس مجلس الأمن للاتحاد الإفريقي، وغيرها من المناصب الشرفية والرسمية. اليوم كذلك الجزائر تضيف إلى سلسلتها من سلسلة المناصب داخل القارة الإفريقية منصب المقر الرسمي للجنة الإفريقية للطاقة. وأكد الوزير عرقاب وزير الطاقة الجزائري بأن اختيار الجزائر لاحتضان هذا المرفق القاري راه يعكس الثقة في الدور الريادي تاع الجزائر داخل القارة، وراه يترجم كذلك التزامات القيادة الحالية والدولة الجزائرية الثابت بتعزيز التكامل الإفريقي وبناء منظومة طاقوية مندمجة ومستدامة. إذا خوتنا، الهدف من هذه اللجنة اللي تم تنصيبها في الجزائر وهذا المنصب تاع المقر الرسمي للاتحاد الإفريقي للطاقة راح يشكل ويخلي أنه تكون الجزائر عن طريق هذه المنصة يخلقوا واحد التنسيق ما بين السياسات الطاقوية للدول الإفريقية، كذلك في مجال تبادل الخبرات، تعزيز القدرات في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة، وهنا بما يستجيب لتحديات التحول الطاقوي والتغيرات المناخية في القارة. يعني الجزائر رأت بأنه آن الآن وحان الوقت لتغيير جذري في مجال الطاقة في إفريقيا. يعني الجزائر ما راهيش تخمم غير في نفسها فقط أو في بلدها كالجزائر، فهذا يعني راجع إلى سياسة أو يعني رؤية الرئيس الحالي للجزائر السيد عبد المجيد تبون، الذي يريد عمل إصلاحات جديدة في جميع المجالات والأصعدة على رأسها الأمن والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى الرئيسية والثانوية. إذن الجزائر تتحصل على هذا المنصب الجديد وتضيفه تضيفه في يعني أنشطتها وفي مجالاتها المتخصصة. كذلك اليوم وزير الجزائري وزير الطاقة استقبل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوباك في الجزائر الخميس اليوم بمقر دائرته الوزارية، وجرى هذا اللقاء بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة إلى جانب ممثل الجزائر لدى منظمة أوباك والأوبك وإطارات من الوزارة. وهذا اللقاء يعني باش يتبادلوا وجهات النظر حول واقع وآفاق التعاون القائم بين الجزائر ومنظمة الأوبك، يعني باش يعززوا كذلك بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء، لا سيما في الطاقة المحروقات والجديدة والمتجددة، تطوير الهيدروجين والتكوين والتأهيل ونقل التكنولوجيا. إذا نشوف باللي الجزائر راهي تعمل على عدة مستويات، على المستوى الإفريقي، المستوى المحلي داخل الجزائر العاصمة، والمستوى العالمي كما شفنا البارحة وغيرها ما قبل البارحة بحضور يعني كما شفنا الاصطفاف عمالقة النفط اللي اصطفوا في الجزائر، يعني الرئيس تبون اللي كسر قواعد البروتوكول. ماذا يحدث؟ يعني رؤساء تنفيذيون الذين يشبهون الملوك بلا تيجان، مدراء شركات طاقة عملاقة برؤساء أو يعني كما نقولوا برؤوس أموال شيفر دافير أو كابيتال يفوق الناتج المحلي لدول أكملها، اللي هما شركة شيفرون الأمريكية وشركة إكسون موبايل، اللي كانوا ينتظرون أو انتظروا في ممرات السلطة الجزائرية للحصول على لقاء مع السيد الجمهورية عبد المجيد تبون. نعم، مع السيد رئيس الجمهورية
وشخصيا، وليس الوزير ولا مدير الديوان، بل الرئيس نفسه مباشرة بدون وسطاء، لأنه في أسلوب السيد الرئيس عبد المجيد تبون الجديد الدبلوماسية التقليدية أصبحت من الماضي، لا وسطاء حذرون ولا سفراء بطيئون ولا لجان يعني اللي كانت تدفن القرارات في أدراج مغلقة. الرئيس تبون يتواصل مباشرة مع من يصنعون السياسات في بلدانهم. لعلمكم خوتي، هؤلاء الرؤساء التنفيذيون لشركة شيفرون الأمريكية وإكسو موبايل يعني داخلين حتى في الكونغرس الأمريكي، وهم من يصنعون الرؤساء، هم من يضعون رجال الدولة والأمن وغيرهم. إذا تبون لا يؤمن بالمظاهر الدبلوماسية الفارغة، بل يفضل الفعالية المباشرة والصارمة. يعلم بأن رؤساء شركات مثل توتال إنرجي، إكسو موبيل أو إينل الإيطالية لا وقت لديهم لحفلات الشاي البروتوكولية، ما يهمهم هو الأرقام والاستقرار، وقبل كل شيء رجل قادر على اتخاذ القرار، وهو يقدم لهم ويوفر لهم ذلك. شفناها رئيس الجمهورية، يعني هذا أكيد. أمور ملموسة كذلك، تقنيات، التزامات طويلة الأمد، نقل الخبرات، والأهم احترام السيادة الطاقوية الجزائرية. إذا البعض خرج ورأى في أن هذا الأمر استعراض مسرحي، والبعض الآخر يعتبره تركيز مفرط للسلطة الاقتصادية في يد الرئيس. لكن الرئيس تبون يريد أن تصنع سياسة الطاقة الجزائرية في الجزائر وبمشاركة من يملكون الوزن الحقيقي، لا اجتماعات بلا طائل ولا دبلوماسيون يقرؤون ملاحظات كتبها مستشارون بعيدون عن الواقع. القائد يخاطب القائد، نقطة في عالم باتت فيه الدول تتحول إلى شركات والشركات إلى إمبراطوريات. إذا اختارت الجزائر في عهد تبون أن تخاطب مباشرة من يملكون مفاتيح الاقتصاد العالمي، ويبدو بأن هذه الاستراتيجية ناجحة، وممرات قصر المرادية لا تهدأ من الزوار. إذا رانا نشوفوا بلي راهو كاين تكثيف لهؤلاء الشركات العالمية والمرموقة والغنية عن التعريف. إذا متابعينا الكرام، كما رانا نشوفوا ونتابعوا في هذه الأحداث والتطورات والمستجدات، نشوفوا بأن الجزائر يعني تغيرت سياستها الخارجية، الدبلوماسية، الاقتصادية، والإصلاحات اللي راهي تقوم بها، وهذا راجع بفضل الله أولا، وثم بفضل الجهود اللي راهي تبذلها القيادة الجزائرية الحالية برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، اللي راهو يؤكد ويعمل بحزم من أجل الدفع بالجزائر مجددا واسترجاع مكانتها الحقيقية ودورها الدولي والريادي الذي تنتمي إليه. إذا متابعينا الكرام، ونذكركم في آخر الفيديو ونؤكد للمنصة منصة يوتيوب بأننا نلتزم بالمهنية والتجرد من الآراء الشخصية. أما التوجهات والانطباعات فهذا الشيء يعود للسادة المتابعين، ونحن لا نتحمل مسؤوليته، وكل ما تم استناده واعتماده في فيديوهاتنا وبثوثنا يستند إلى التقارير الدولية والصحافة الموثوقة إن شاء الله. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. تحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا.